مع اقتراب جني المحاصيل الزراعية كالقمح في أغلب مدن وقرى ريف درعا الشمالي الغربي، وإشعال الجبهات بين الجيش الحر وعصابات الأسد، كان المواطن هو الخاسر الأكبر. الله أكبر الله أكبر. احتراق المحاصيل الزراعية، احتراق المحاصيل الزراعية. وقد تعرضت مئات الدنومات من الأراضي الزراعية المزروعة بالقمح بمساحات شاسعة، والتي تعتبر المورد الرئيسي في المناطق المحررة لإنتاج الخبز للحريق، والتهمتها النيران جراء القصف واستهدافها بالرشاشات من قبل عصابات الأسد. وعدم وجود كوادر متخصصة لإطفاء الحرائق في هذه المناطق أدى إلى انتهاء موسم الحصاد بخسارة الفلاح حصيلة تعبه لشهور وانتظار يوم الحصاد. غياب تام لكوادر الدفاع المدني في الريف الشمالي الغربي من محافظة درعا جعل الأمور أسوأ وزاد من معاناة أهل المنطقة، فلم يستطع بعض الأشخاص المتطوعين من إطفاء هذه الحرائق التي التهمت الأخضر واليابس، بالرغم من محاولاتهم التي باءت بالفشل في محاولة بإمكانيات بسيطة جدا لوقف تمدد النيران. وهنا يتساءل الفلاح: لماذا لا يوجد دفاع مدني في المناطق التي تتعرض لقصف مباشر، بينما يتواجد فرق للدفاع المدني في المناطق المحررة التي تبعد عشرات الكيلومترات عن قطع النظام العسكرية؟ أليس من الأولى من إدارة الدفاع المدني الاهتمام بهذه المناطق؟ ماذا يفعل الفلاح الذي خسر محصوله القمح وكان يعول عليه لسد رمق عيشه وعائلته؟